طاب مساءكم بالبركة. اسمحوا لي أولا قبل أن نبدأ هذه الاحتفالية أن نقف دقيقة حداد على أرواح شهداء المقاومة وشهداء قبل أن أود أولا الترحيب بالسادة على المنصة سعادة القمص أثناسيوس جورج مدير مدرسة تيرانس في اللاهوت. أهلا ومرحبا. الدكتور أبو الحسن سلام أستاذ هنالك التمثيل في اسكندرية، وقد اعتذر الشيخ قد اعتذر الدكتورة بينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة وأستاذة النقد، الفنان خالد هنو، السيد نقيب الفنانين التشكيليين حسن الوصفي، وأرحب الحقيقة برئيس أتليه الإسكندرية الفنان فتحي بركات. أنا بحيي الأستاذ محمد الجنايني رئيس أتليه القاهرة، فنان جميل ويعني فوق الوصف الحقيقة. أيضا معنا الشاعر لورنس سليمان والموسيقار المطرب إبراهيم سيف. ومعنا قبل كل شيء حضوركم الجميل، تشريفكم الرائع، احتفال بالفن والقيمة الإبداعية وماذا يعني الفن بالنسبة للإنسان. هل هو محض لوحة تعلق على الحائط، أم أنه ولوج في عالم نحن في أمس الحاجة إليه؟ الفن هو تأمل، وحين نتحدث عن التأمل فإننا لا بد أن نفكر جيدا في ماهية الإنسان، نفكر جيدا في ماهية الخلق وماهية الكون، نفكر جيدا في كل المخلوقات. لا أقول كل ولكن أقول كل، لأنها في النهاية هي المدخل الحقيقي للروح، المدخل الحقيقي لكي نتنفس بصدق ونؤمن بأن الإنسان يستحق الحياة. هذا هو الفن في معناه الحقيقي. ثم يختلف أو تختلف الفنون بعد ذلك، يعني إذا هي شجرة تضم هذه الفلسفة ثم تتفرع هذه الشجرة إلى فروع كثيرة. نحن اليوم أمام فن بصري في المقام الأول، فنون تشكيلية، فنون بصرية، أي أن اللغة التي نتأملها ليست لغة الحكي أو السرد الأدبي قدر ما هي لغة التواصل البصري أمام العمل الإبداعي الذي هو نحن نتأمل. معرض اليوم هو التوحيد وسطح الأشجار أو سطح الشجر. توحيد وسطح الأشجار
هو العنوان الرئيس الذي وضعه محمد برطش ليكون عنوانا لمعرضه المقام اليوم. لماذا اختار هذا الفنان الرائع هذا العنوان الموغل في دفع غبار كثير من الأسئلة؟ ما هي العلاقة بين التوحيد وصل؟ ولماذا اختار فناننا هذا العنوان؟ هل هي المسألة مسألة أدبية؟ إذا كانت المسألة تخص الأدب إذا نحن لسنا في معرض التشكيل، نحن أمام عمل بصري، لغة بصرية هي في الأساس الدافع الحقيقي لاجتماعنا اليوم أو لرؤيتنا اليوم. لا يوجد في الفن البصري وفي الفنون التشكيلية مفهوم أن يقف الفنان يشرح ويقول هذا أعني به ذلك وهذا أعني به هذا وهذا أعني به هذا، وإلا تحولت اللغة التشكيلية إلى لغة أدبية، ونحن بذلك نقول قد فقدنا القيمة الحقيقية في هذه اللغة، اللغة التي لا تعتمد على الحكي، لا تعتمد على السرد، لكنها تعتمد في المقام الأول على الرؤية، على البصر. وحين تكون اللغة الإبداعية معتمدة على البصر إذن هي لغة تحتمل في البداية مبدأ أو تعتمد في البداية مبدأ التأويل، لأن ما أراه أنا قد يختلف تماما عما يراه غيري، وهذا هو القيمة الحقيقية في مسألة الإبداع التشكيلي باعتباره لغة بصرية في الأساس. فلنتفق حتى حين يتحدث أصدقاؤنا النقاد السادة النقاد على المنصة يكون هناك خلوط أساسية في هذه المسألة، أننا أمام عمل بصري في الأساس وليس عمل أدبي نستطيع أن نتحدث عنه بقصة أو بحكاية. فناننا له تجارب عديدة الحقيقة. أنا شرفت الحقيقة بأن اطلعت على معرضين له، كان في كل معرضية في المعرضين الحقيقة في أعماله كلها يعتمد اعتمادا كبيرا على فكرة التأويل عبر أن تكون السطوح موحية للمتلقي. ما معنى أن تكون السطوح موحية؟ سطح اللوحة يكون موحي إلى الفنان أو إلى المتلقي. كيف هذا؟ هو يتأمل الطبيعة، وهو علاقة بين الطبيعة، علاقة كبيرة بين الطبيعة وبين الفنان، علاقة كبيرة، فهو يتأمل في فترة من الفترات تأمل الصخور وتأمل الأحجار إلى آخر هذا، واستطاع أن يستخلص منها رؤى تشكيلية. وتماما كما ننظر أحيانا إلى السحاب في يوم غائم ثم نشكل بذاكرتنا البصرية ما يمكن أن نشكله، هذا حصان وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وما يراه أحمد غير ما يراه محمد غير ما يراه. المسألة سوف تختلف لأنها تعتمد على التخييل الذي يدفع به العقل في لحظة معينة للمتلقي. هذا هو الأساس يعني التجريد. لكنه في هذه المرة يقدم لنا فكرة روحانية، فكرة روحانية في الأساس، ويكون المدخل الحقيقي له هو سطح الشجر أو سطح الأشجار. إذن وهنا جعل علاقة تبادلية بين الإنسان وبين الطبيعة، وقد نجح
فناننا الحقيقة في هذه المسألة، لأنه في هذه التجربة بالتحديد ربما رأيت أنا شخصيا أنه دخل إلى علم الأحياء، هذه الكروموسومات، هذه الأشياء، الخلايا، هذه وهذه وتلك، كلها استطاع أن يدفع بها على مسطح اللوحة لكي يوجه العقل، لكي يوجه الذاكرة البصرية في اتجاه محدد، وهذا الاتجاه يدفع به إلى بوابات مختلفة، كل بوابة يصح معها فكرة التأويل بشيء أو بآخر، لكنها في النهاية سوف تدفعنا إلى أن نؤمن إيمانا كبيرا وإيمانا مطلقا بأن الإنسان هذا المخلوق الذي لا ندرك ماهيته إلا إذا أخلصنا في نقاء روحنا يستحق أن يؤمن به بنية حقيقية. أنا أعتذر إذا كنت قد طلبت عليكم، لكنني سوف اسمحوا لي أن أستمع معكم أولا إلى سعادة القمص أثناسيوس جورج ليربط لنا بين تلك الموتيفات التشكيلية وبين الروح في عالمنا الذي يعني الحقيقة أصبح مليئا بالخطايا، أصبح مليئا بالخطايا. لذلك ربما سوف أتذكر مقولة السيد المسيح حين كان يقول: ادخلوا من الباب الضيق. ما معنى ادخلوا من الباب الضيق؟ أي جاهدوا النفس ولا تدخلوا من الباب الواسع، لأن الباب الواسع مليء بالخطايا. معكم معنا معي القمص أثناسيوس جورج.